السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. ما حدث في محاكمة يوسف عطال هو التماس قدمته النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية على أن يصدر الحكم لاحقا عن محكمة نيس. ابتدائيا يمكن الطعن فيه بالاستئناف. للعلم فقد تضمن التماس وكيل الجمهورية عقوبة أصلية بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو، وعقوبة أخرى تكميلية تلزمه بنشر الحكم في حساب انستجرام لمدة شهر. في كل الحالات الالتماس قاسي والمحاكمة أصلا مجحفة فيها ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، لأن طرفها جزائري والآخر فلسطيني يجب أن يقمع أمام الطرف الإسرائيلي. وخرج الإعلامي الجزائري ومعلق قنوات بي إن سبورت حفيظ دراجي قال في هذا الصدد: وكيل الجمهورية لمحاكمة نيس الفرنسية يلتمس 10 أشهر سجن غير نافذة ودفع غرامة مالية بقيمة 45 ألف يورو في حق الدولي الجزائري يوسف عطال بتهمة التحريض على الكراهية أثناء محاكمته اليوم. إنها فرنسا الحرية والأخوة والمساواة والديمقراطية. وبالنهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.